النهاردة هنعمل سلطة رنجة. حاجة سهلة جدا، مبتاخدش وقت، وطعمها بيكون حلو اوي. يا ريت تخلوكم معانا لاخر الفيديو عشان هقولكوا طريقة تنظيف الرنجة بطريقة سهلة من غير ما نوسخ البوتاجاز ونعمل ريحة فظيعة في البيت كله تفضل معانا شوية. هقولكوا في اخر الفيديو بس تابعونا، هقولكوا على الحاجات اللي احنا هنستعملها. طبعا رنجة مخلية، بصل، فلفل زي ما تحبوا، لو عايزين تحطوا فلفل سبايسي شوية اوكي، ليمون وخل وطحينة وبس. وبعد كده هناخد المكونات دي كلها. هناخد البصل الاول في الخلاط كده شوية، ومعاها الفلفل. هنطحنهم طحنة ناعم شوية كتير. وبعد كده هننزل، احنا دلوقتي طحنا البصل مع الفلفل الالوان. وبعد كده هننزل بالتونة. ده تقريبا نص كيلو تونة مخلية، وهحط عليه الليمون. هنحط كل الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض. ليمون، طبعا ليمون على حسب ما بتحبه، كتير قليل. بعد كده هننزل بالخل. بعد كده بقى هننزل بالطحينة، وهنضربهم تاني. خلاص كده احنا خلطناهم مع بعض كويس، وحطينا كل الحاجات اللي احنا عايزينها. انت ممكن بعد ما تدوقيها لو حاسه ان الموضوع محتاج شويه ملح ممكن تزودي. وطبعا ما ننساش شويه زيت. وبالهنا والشفا. افضل طريقه بقى علشان ننضف فيها الرنجه لو هي جايه لنا مش متنضفه، ان احنا بنقطع راسها وبعدين بنحط عليها ميه مغليه في صينيه مثلا، وبنسيبها شويه كده. حتى لو فيها ملح زياده بينزل، وبتفتح وبتتنفخ زي الفل، بتبقى هي بتنضفيها من غير ما بتاخد معاكي وقت، وما بتاخدش ريحه للبيت كله. يا ريت تكون عجبتكم. يا ريت تبعتولنا ايه اللي انتوا عايزينه تاني ممكن نعمله مع بعض. يا ريت ما تنسوش لايك